السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جايبه لكم ماسك حلو جدا بيفتح البشرة من 3 ل 4 درجات. بيدي البشرة كده ليونة وحيوية وبيخليه كده ناعم زي نعومة الاطفال و بجد مش هتعرفي نفسك بعد الماسك ده. يدي كده بشرتك نضارة وحيوية غير طبيعية، بيشد البشرة وكمان بيعتبر مؤشر طبيعي جدا جدا للبشرة. بس يلا بقى ضغطوا لايك على الفيديو عشان يقدر الفيديو يوصل لاكبر كم من الناس تقدر تستفاد منه. ولو اول مره تشوفي القناه انزلي دلوقتي حالا اعملي اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. دي معلومه على الماشي كده زي ما تقولوا. اول حاجه هنجيبها في الماسك بتاعنا وهي معلقه من الارز المطحون، او لو عندك رز في البيت تقدري تغسلي يعني بتاع ربع كوبايه كده. وبعد كده هتبداي تسيبيه لغايه ما ينشف تماما وهتطحنيه كويس جدا. بعد كده ناخد من الارز المطحون دي معلقه كبيره. بعد كده هنبدا ان احنا نحط عليها معلقه من بودره الاطفال او بودره التلج او بودره جونسون المتوفر عندك. وهنقلب المكونات الجافه كويس جدا مع بعض. بعد كده هنجيب ميه ورد، هنبدا ان احنا نعجن الماسك بتاعنا بميه الورد ولغايه ما يبقى كده معانا قوام كريمي اقدر افرده على البشره. هفرده على البشره وبعدين هسيبه لغايه ما ينشف تماما. هتلاحظي ان بشرتك شدت جدا، ونصيحة طول ما انت حاطة ماسك على بشرتك بيشد البشرة ما تعمليش اي حركة تماما. ما تتكلميش، سيبي البشرة تاخد الماسك ياخد وضعه على البشرة لغاية ما تبدأي تزيليه. خلاص هيبدأ يشد البشرة بصورة شديدة جدا. آه بعد كده هتبداي ان انت تزيليه بحركات دائريه، هتفركيه كده على البشره. زي ما قلنا ان هو كمان بيعتبر مؤشر طبيعي، لو في اي جلد ميت بيزيله. بيشد البشره، بيعالج التجاعيد، بيعالج الخطوط الرفيعه، بيفتح البشره من 3 ل 4 درجات. بينعم البشره جدا جدا جدا. بجد هتلاحظي نتيجة حلوة قوي. خلاص الماسك ده هنعمله كل قد ايه؟ الماسك ده هنعمله يعني مرة كل اسبوع، حلو جدا. بعد ما نستخدم الماسك ده ونغسل بشرتنا، لازم نغسل البشرة بمية فترة. بعد كده هنجيب مكعب من التلج هنمرره على البشرة، او نجيب مية ورد هنمررها على البشرة علشان نغلق مسام البشرة. ده كان الماسك بتاعي النهارده. اي وصف حابه ان انا انزلها لك اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله هتلاقيها نزلت في نفس اليوم. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون كان سهل وبسيط عليكي، واتمنى تجربيه. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير وفيديوهات جايه كتير، ومع السلامه.